يا مساء السعادة، مساء الهنا، مساء التفاؤل على أحلى متابعين في الدنيا. متابعين يوميات دودو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل بقى مع بعض كيكاية خطيرة، فيها من الكيكة وفيها من طعامة البسبوسة، بس أهم حاجة إن هي هتدوب دوبان في البق. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي على طول مع بعض الفيديو. معايا كوباية ونص من السكر، وكمان عليهم كوباية ونص من المية، نص عصرة ليمونة، وده بقى السيرب أو الشربات بتاع الكيكاية بتاعتنا. هنقلبهم كويس جدا بالمضرب ونرفعهم على النار لمدة 5 دقايق، مش أكتر من كده. أيوة كده. وبعد كده هجيب 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. وفي الوقت ده لو لسه ما حطيتيش لايك، حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وقولوا لي ايه رأيكم بقى في شو البيض ده. هكسر بقى البيض وهجيب شفشق الخلاط او بالهاند بلندر او بايدك او كمان بمضرب سلك عادي خالص، كله شغال ويمشي. طبعا بيض يعني فانيليا، تكوين كده من الفانيليا او الفانيليا السايلة، عليهم كوباية من السكر الحبيبات برضو في شفشق الخلاط. هجيب علبتين من الزبادي بدرجة حرارة المطبخ برضو، كمان نص كوباية من الجوز الهند، وكمان الزبادي في شفشق الخلاط كده. طبعا كوبايتين الزبادي بيعادل كوباية من المج ده، كوباية الا ربع من الزيت. اي نوع زيت عندك، بتاع تموين، بتاع اي نوع زيت عندك يمشي ويبقى شغاله زي الفل. اضربه كله بقى كويس جدا، يبقى عامل معاكي فوليوم كده. بصوا بالشكل ده، فقاقيع كده تبقى زي الفل. هضيف كمان معلقة من الخل، وكمان كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده كمان كوباية من الدقيق العادي اهو. عليهم كمان باكو من الكيك شيف او البيكنج باودر، بس انا بفضل بصراحة الكيك شيف. هقلب كل المكونات دي كويس جدا كده، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. ما شاء الله المقادير بتاعتي مظبوطة جدا جدا على قد الصينية اللي انا هعمل فيها. هشيل بقى كده المضرب وهجيب بقى الصينية، هدهنها زبدة او زيت اللي موجود عندك ادهني بيه. انا دهنت بزبدة كده عشان تطلع معاكي بكل سهولة. وفي الوقت ده طبعا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد معايا نص ساعة في الفرن. وطبعا برضو حسب فرنك. هسمي الله كده وانزل بالخليط بتاعي. ايوه كده. خدي بكل الاسباتولا، حلاوتها ان بتاخد اللي في البولة كلها. هديلها خبطتين كده، وبعد كده هدخلها بقى زي ما قلنا على درجة حرارة 180. هتاخد نص ساعة. الله أكبر عليها، طلعت زي الفل. في الوقت ده طبعا كان عندي السيرب طفيت عليه من بدري. هتضيفي عليه باكو كده من الفانيليا وتقلبيهم، وبعد كده تنزلي بقى بالشربات أو السيرب على الكيكاية بتاعتي وهي سخنة كده اهو. بسم الله. تنزلي بقى كده بالسيرب كله اللي معاكي. ما شاء الله. بصوا شايفين، سبت الكاميرا خالص لما شربت الشربات بتاعها كله في ثانية. طبعا دي يبقى عندك الكيكاية كده ما شاء الله ناجحة وزي الفل. هسيبها بقى تهدى اهو، بوريكم ان هي شربت ما شاء الله وطرية وتحفة معايا. بعد ما هديت كده وهبتدي اقطعها، هضيف عليها جوز هند. وطبعا ده اختياري جدا، تقدري تقدميها كده وتقدري تقدميها ترشي رشة كده من جوز الهند. والكيكة دي طبعا كيكة رواني تحفة. عايزة اقول لك سهلة وبسيطة وخطيرة كده، تطلع معاكي ما شاء الله هشة وقلبها ابيض كده وعسل. بجد هتدمنيها
تحبيها جدا. زي ما قلتلكوا هي فيها من الكيكة وفيها من البسبوسة، وبتدوب دوبان كده في البق. بصوا الفراغات هشة قوي قوي، بصوا جمالها حلو قوي. جربيها وبجد هتدعيلي. وشايفاكي يا اللي لسه ما حطيتيش اللايك، حطي لايك وجربوها واكتبوا لي في الكومنتات، ان شاء الله تطلع معاكوا احسن من دي مليون مرة. السلام عليكم.